طبعا احنا في نادي سلواد نشتغل بالنسبة لفريق سلواد مرحلة استعدادية بعيدة المدى، يعني خصوصا مش لسنة وسنتين، خصوصا ان عندنا السنة الجاية ان شاء الله راح نلعب في دوري المناطق، لان نادي سلواد درجة ثالثة. بس هذا الاشي يعني بيحبطناش ولا بيأسنا ان احنا نقدر نشتغل على الفريق، وحتى على سنين بعيدة ان احنا نجهز فريق صغير في العمر ويشتغلوا شغل احسن ويصير لهم موقع وقيمة منيحة في الكرة الفلسطينية. وطبعا بالنسبة لفريق أبو ديس، يعني بالنسبة للمباراة اللي جايين اليوم نشتغل عليها ونلعب فيها، فريق أبو ديس فريق طبعا درجة ممتازة ومعروف، بس ما نقدرش نحكي إن آخر سنتين كان إلا نتائج كثير سيئة بمناسبة وضع النادي وجميع الأندية الفلسطينية. طبعا مستواها نزل، خصوصا إن فيش دوري وفيش بطولات على مستوى عالي، وبالنسبة لنا حتى غياب بعض اللاعبين الجيدين من عند نادي أبو ديس أثر على الفريق. بس احنا ما بنعرف إن شو ترتيباتهم وشو تجهيزاتهم الحالية للفريق. طبعا احنا جاي نلعب مباراة ودية، بالنسبة للفريقين طبعا راح يستفيدوا، يعني خصوصا أبو ديس أو نادي سلواد يعني يستفيدوا أحسن. وبالنسبة لأبو ديس فيها فائدة كبيرة، خصوصا إنه راح يشتغل في الدوري. وبالنسبة احنا عندنا في الكابتن جبران ومؤسسة الفيرة. بالنسبة لي في الدوري طبعا أنا حاليا ما بنزلش في تمرين مؤسسة شباب الفيرة، خصوصا في خلافات مع الإدارة، خلافات مالية. إن شاء الله تنحل فيها يعني محاورات بيننا وبين الإدارة إنها تنحل، وإن شاء الله في أسرع وقت تنحل وبلعب في الدوري إن شاء الله. إذا ما انحلت صعب إني أشتغل في الدوري وأكون في ضمن التشكيلة. يا سلام يا كابتن.